لو عندك مشكلة وتعبت من ذهابك للمسؤولين ومحدش عايز يعمل لك حاجة، أو مش عارف تقابل مسؤول وتعبت من كتر سماعك لكلمة فوت علينا بكرة يا سيد، وبقالك سنين على الموال ده ومش عارف تروح لمين ويفاض بك الكيل، الحل بسيط. ارفع سماعة التليفون وكلم رئيس الرقابة الإدارية أو كلمني أنا شخصيا. كل مخطئ هيتحاسب، أنا مش بدخل ومليش دعوة إيه الجهة، كله هيتحاسب، أنا مستعد أتحاسب. ده تصريح شديد اللهجة الذي أدلى به الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني السيد وزير الرقابة عارف ده كويس، الموضوع مع مين أنا ماليش دعوة، كله يتحاسب. طب أنت كمان تتحاسب؟ أنا أنا مستعد أتحاسب، والله العظيم أنا مستعد أتحاسب. ومن خلال هذا التصريح من جانبنا رصدنا إليكم 8 طرق يتمكن خلالها المواطنين من التواصل مع الرئيس خلال ما نستعرضه عليكم لمعرفتكم بكيفية التواصل مع الرئيس، فتابعونا بعد الفاصل. أهلا بكم أعزائي متابعي قناتنا الكرام، وقبل قراءة تفاصيل الأخبار أدعوكم أولا للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. نستعرض عليكم 8 طرق للتواصل مع رئيس الجمهورية ليتم حل مشكلتك أو منازعتك من الأمور الحياتية التي يعيشها المواطن بدون أن يتواصل إلى مسؤول لحل مشكلته. وعامة نتعرف على 8 طرق ثم نشرح كيفية التعامل مع كل طريقة للتواصل بشكل فوري ومباشر مع الرئيس، وهي البريد الإلكتروني ومواقع تويتر والفيسبوك وفاكس الرئاسة والذي يحمل رقم التليفون المباشر ومقر الشكاوى بالرئاسة والحرس الخاص أو السوشيال ميديا اللي هو اليوتيوب، ومداخلة هاتفية مع البرامج الإعلامية، وأخيرا عن طريق الصحف. ونستعرض لكم كل طريقة على حدة، ولنبدأ بالبريد الإلكتروني. فقد أعلن المكتب الإعلامي الخاص برئاسة الجمهورية والتابع للرئيس عبد الفتاح السيسي مباشرة عن تخصيص بريد إلكتروني لاستقبال شكاوى المواطنين، وهو media.office@ob.gov.eg، على أن يتم استقبال جميع الأسئلة والشكاوى والاستفسارات من خلاله ليقوم الرئيس بالإجابة عليها. والطريقة الثانية تويتر أو الفيسبوك. فقد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تولي رئاسة الجمهورية أن يقوم بالتواصل المستمر مع الشباب باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لمواكبة أفكارهم التكنولوجية الحديثة، فقام بتدشين صفحة رسمية تحمل اسمه على تويتر والفيسبوك، والتي يمكن للمواطنين التواصل معه من خلالهما. وإليكم تلك الروابط التي نستعرضها عليكم أمامكم، والتي سندونها لكم في مربع الوصف أسفل الفيديو. والطريقة الثالثة هو فاكس الرئاسة، وهو على الرقم الظاهر لحضراتكم على الشاشة 02 23 90 19 98، وهو رقم ديوان المظالم برئاسة الجمهورية، وهو الديوان المعني بتلقي مشكلات المواطنين وإحالتها للجهات المختصة من أجل دراستها والعمل على حلها. أما الطريقة الرابعة فهي مقر الشكاوى بالرئاسة، والتي يمكن أن يقوم المواطن بإرسال خطاب لرئيس الجمهورية عن طريق البريد المسجل، بعلم الوصول إلى مقر الرئاسة، فيتم إرساله إلى مقر رئاسة الجمهورية المتواجد بمنطقة مصر الجديدة.
والطريقة الخامسة هو الحرس الخاص، ويمكن التواصل المباشر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في أحد المؤتمرات أو الزيارات التي يعقدها بشكل دوري بتوجيه الإذن للحرس الخاص به. وبلا شك لم يمنع الحرس من لقائك بالرئيس، مثلما حدث مع السيدة كريمة جاد الرب، والتي استغاثت بالرئيس خلال خروجه من مجلس النواب عقب إلقاء كلمته في البرلمان بدورة الانعقاد الأولى لعلاج نجلها. وبالفعل أمر السيسي باستقبالها في مقر الرئاسة، وتم علاج ابنها في أحد مستشفيات القوات المسلحة. والطريقة السادسة هي السوشيال ميديا، فتعتبر السوشيال ميديا سلاح تكنولوجي متطور بشكل دائم ويغير الأحوال، مثلما حدث مع منى السيد بعدما فجرت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورة فتاة جر البضائع في شوارع محافظة الإسكندرية، إلى أن أصبحت حديث المواقع الإخبارية لتفانيها في عملها لأكثر من 20 عاما في جر الكراتين وتوزيعها على متاجر الملابس يوميا، وانتهى الأمر بمقابلتها للرئيس. أما الطريقة الثامنة فهي مداخلة هاتفية، ويمكن إجراء مداخلة هاتفية في أحد البرامج على الفضائيات، وهناك أشخاص من مكتب الرئيس يتابعون استغاثات المواطنين عبر الإعلام، ويتم التواصل معهم على الفور، مثلما حدث مع المواطنة سلوى عزت حين عرضت شكواها للإعلامي جابر الأرموطي في مداخلة هاتفية عبر برنامجه السابق منشط، بأنها تم فصلها تعسفيا من مصلحة الضرائب بعد تعيينها بحوالي 3 شهور بحجة عدم اكتمال أوراق التعيين، على الرغم من حصولها على راتبها لمدة 2 شهرين وتوقيعها في دفاتر الحضور والانصراف حسب اللوائح الحكومية. وناشدت الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لحل مشكلتها، وعلى الفور وصلت المناشدة وقام الرئيس بالرد على شكواها بسرعة التدخل لحل أزمتها على لسان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي. ومن جانبه أبلغ الأرموطي هذا الخبر للمواطنة سلوى عزت على الهواء في مداخلة أيضا، وقامت بالتهليل والتعبير عن فرحها بسرعة استجابة الرئيس السيسي، وقالت تحيا مصر وهو ده السيسي رئيس مصر. أما الطريقة الأخيرة وهي الصحف، ويمكنك كتابة الشكوى المراد إرسالها للرئيس وتتجه نحو إحدى الصحف وتقوم بعرض الأزمة التي تمر بها لرئيس التحرير، وهو سيقوم بإبلاغ الجهات المعنية التي تقوم بإرسال الشكوى للرئيس مباشرة. أعزائي متابعي قناتنا الكرام، أشكركم على حسن متابعتكم. دمتم ودام لقائكم بنا، وإلى لقاء في موجز أنباء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.